ما شاء الله تبارك الله. الآن مع الوفود التي تتوافد أهل القرآن. الله يبارك فيك أبو إحسان، يفتح عليك. يا أهلا وسهلا، الله يبارك فيكم. تقبلنا منكم اليوم. عندنا أبو إحسان وأبو مصطفى أيضا يسردون كتاب الله كاملا بعد ختم كتاب الله عز وجل. صار لكم شهر تقريبا صح؟ بعد ختم كتاب الله من شهر، الآن عندهم موعد إتمام مرحلة الإتقان كتاب الله عز وجل والانتقال إلى المراحل الأخرى. الآن يسردون كتاب الله اليوم في جلسة واحدة. نسرد لأبو حسان 15، ثم نسرد لأبو مصطفى 15 جزء، ثم يكملون عند أحد المشرفين إن شاء الله تعالى. يعني تناوب في السرد لهم. بارك الله فيهم، فتح الله عليهم، ونفع الله بهم الأمة. جاهزون أبو حسان؟ شلون الهمة؟ الله يبارك. كيف المعنويات؟ الله يبارك فيكم، الله يفتح عليكم. نبدأ إن شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد. الآن أنهينا البقرة. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك أبو إحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تأتي البقرة وآل عمران في يوم القيامة كغمامتان أو كغيايتان تحاجان عن صاحبهما. هذه البقرة وآل عمران. فكيف بمن جمع الله تعالى له القرآن العظيم كاملا في صدره؟ كيف أثر هذا القرآن؟ كيف بركة القرآن؟ كيف عز القرآن؟ كيف هداية القرآن؟ نسأل الله من فضل الكريم. أبو إحسان، صار لكم الآن تقريبا سنتين يعني تقريبا تحفظون كتاب الله عز وجل بين ربط ومراجعة وتسميع وحفظ جديد وربط قديم. إيش الآن لو نسأل إيش اللي غير فيكم القرآن؟ يعني من قبل القرآن وبعد القرآن شو الفرق؟ لا، كبير جدا. أثر تأثير كبير. الله عز وجل يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض وكلم به الموتى. يعني لو كان هناك شيء في الوجود هو اللي يعني يحدث به تلك الآيات العظام تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن العظيم. كيف إذن يصنع بنفوسنا الضعيفة؟ إحنا البشر اللي خلق الإنسان ضعيفا. نسأل الله يبارك فيكم ويفتح عليكم يا رب. موفق إن شاء الله. يلا نكمل آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو حي القيوم. ما شاء الله تبارك الله. الآن انتهينا من أبو إحسان وبدأنا مع الشيخ أبو مصطفى. الله يبارك فيك أبو مصطفى. خلصت نصف القرآن ها؟ نعم. عند أخونا أبو طلحة والآن يكمل عندي إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيه ويفتح عليه. أنا أقول لأبو إحسان أبو مصطفى: سبحان الله كيف تغيير القرآن على الشباب. كيف الله عز وجل يقول عن القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. شوف الجبل، تغيير على الجبل. طيب كيف تغيير القرآن بالناس؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فسبحان الله العظيم، كيف الشباب كانوا قبل القرآن وكيف بعد. كيف التغيير أبو مصطفى؟ تغيير كله والله، بنتعامل في كل شيء. سبحان الله، انقلاب كلي ها. خلال كم الفترة كانت؟ سنة 8 شهور تقريبا. سنة و8 شهور. اللهم لك الحمد. والله أذكر أبو مصطفى أول ما بدأ في الطريق يعني فعلا تحس كل شيء تحسه مختلف يعني تماما، وهم يشعرون بذلك في أنفسهم. الحمد لله، نسأل الله يثبتنا وإياكم. الله يبارك فيكم مصطفى. يلا نبدأ. بدأنا 10 و5 دقائق. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. إذا وقب من الشر فأتأتي في العقد ومن الشر حاسد إذا حسد. حسبك. ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد. الأخوين الكريمين ينتهون من سرد كتاب الله كاملا. يبارك الأخ لأخيه وحق لهم. الله يبارك لهم، الله يبارك لهم. هنيئا لهم هذا الفضل العظيم. مبارك عدنان، قوم بارك لهم. الله يبارك لهم. مبروكين يا أسود. الله يفتح عليكم. ايش شعورك أبو إحسان؟ لا يوصف. اللهم لك الحمد. قل اللهم لك الحمد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الآن قرأنا آيات عن الجن في موضعين. الجن لما تأثروا بالقرآن منها أعطناها آية سورة الأحقاف. أي بالأحقاف. صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الموضوع الثاني بالجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إن سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فآمنا به. شوف سبحان الله، الجن غيرهم القرآن. الجن اللي هم
يعني الجن الشياطين إبليس منهم، إبليس أساس الشياطين تأثروا بالقرآن من أول استماع. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فنحن يا شباب الآن صار علينا ثقل كبير، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقل كبير لما حملنا هذا القرآن أنه ننذر بهذا القرآن، أننا نتغير ونغير بعون الله تعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في من حولنا. إن شاء الله أنتم بإذن الله أهل لذلك، شباب القرآن الكرام. صلى الله يثبتنا وإياكم، الله يفتح عليكم يا رب، الله يبارك فيكم.